اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. النهارده عاملين الكبده بتاعه العربيات. اولادنا بيحبوا السندوتشات وهم رايحين اي مشوار او خارجين، فبيقفوا يشتروا من على اي عربيه، فانا حبيت اوريهم ان الريحه والطعم الجميل ده ممكن يتعمل في البيت. رحت عملتها لهم في 3 دقايق بالظبط. يلا بسرعه حطي لايك وتعالي شوفي الجمال ده احنا عملناه مع بعض ازاي. جبت الطاسة وحطيت فيها المادة الدهنية اللي أنا حابة أعمل بيها، ورحت جايبة بصلتين كبار كده وبشرتهم كويس جدا أو ضربتهم في الكبة. أنا بحبهم يكونوا ناعمين علشان ياخدوا طعم الكبدة، وبيبقى البصل متشبع بالكبدة بطريقة جميلة جدا. جربوها وقوليلي رأيكم. ورحت جايبة قرنين كبار فلفل حار على بارد، ألوان اللي انتي حباه خالص. الفلفل اللي موجود عندك انزلي بيه، هيدي ريحة وطعم جميل جدا. بعد ما هندي تقليبتين حلوين للبصل والفلفل مع بعض، هننزل بالتوابل. هي عبارة عن ايه؟ توابل سهلة جدا: فلفل اسود، شوية كمون، شوية كزبرة، السبع بهارات، بس كده. وهروح حاطة رشة بسيطة جدا من السكر، طبعا هيخلي الكبدة طعمها زي السكر. وهبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض. طبعا مش عارفة اقول لكم الريحة كانت طالعة وكانت جميلة ازاي من قبل كمان ما نحط الكبدة. بس كده لا استني، هجيب فصين توم حلوين كده وهروح نازله بيهم على البصلايه وقرنين الفلفل. طبعا التوم ده انا كنت مفرزاه فطلعته من الفريزر. جبت كده مقدار معلقه صغيره من التوم ونزلت بيها على البصل والفلفل التوابل، وقلب قلب قلب لغايه اما الريحه قلبت الدنيا. خلاص هروح رايحه جايبه الكبده وهنزل بيها على البصل والفلفل والتوابل، وهبدأ اقلب الكبدة كده علشان تتشبع وتتشرب من ريحة البصلة والفلفل بالتوابل بتاعتها. وهسيبها شوية على النار. بصوا هي لوحدها بتنزل سوائل وبتستوي بالسوائل اللي نازلة منها. هسيبها شوية وبعد كده اقلبها وهسيبها تستوي براحتها. بعد ما اقلبها بعد دقيقتين 3 كده، هي ما الكبده ما بتاخدش وقت على النار وبتستوي بتبقى جميله خالص. دقيقتين 3 كده وهدي تقليبه، دقيقتين 3 وهدي تقليبه، وخلاص بدأت ان هي تدخل على السوا. هروح رايحه حاطه بقى الملح بتاع الكبده وهقلبها كلها مع بعض. احلى كبده عربيات عملتيها في البيت، واعملي لاولادك السندوتشات وتعالوا بقى بدل ما تشتروا من بره. جبت قرنين فلفل بقى حار على بارد كده ونزلت بيهم على الكبده، يدوا طعم حلو وشكل جميل خالص. طبعا انت عايزه تحطي بصلايه معاهم براحتك، لكن انا كده حلو خالص خالص. اولادي بيحبوها بالطريقه دي. تعالي بقى عشان اغرف قدام الكاميرا واوريكم الجمال والحلاوه. ما شاء الله ما اخدتش معانا وقت وعملنا احلى كبده ووجبه سريعه جدا. عايزه تزينيها باي حاجه براحتك خالص. عملنا طبق الكبده، يلا بقى تعالوا اعملوا السندوتشات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وانتظروني في الفيديو القادم، واللي نسي اللايك يحط اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.